شباب تالتة ثانوي ركزوا معايا بالنسبة بقى للناس اللي عندها مشاكل في حل مسائل كيرشوف. بصوا طريقة صغيرة كده هنتعلمها مع بعض قدام المسائل اللي احنا هنحلها دي، واهم حاجة ان انت اوريدي تبقى فاهم الاساسيات بتاعت الشرح بتاعتنا. نركز بقى كده ببساطة ونتعلم الطريقة دي عشان هتسهل عليك ابتكارات كتير الناس بتعملها على الفاضي. اول حاجة لازم نبقى فاكرين وعارفين ومتأكدين ان الكرنت بتاعنا الدايركشن اللي احنا معتمدينه في الحركة من بوزيتيف لنيجاتيف. يعني كده الكرنت بتاعنا يتحرك من هنا لهنا، هي حركة زي كده هتساعدني ركزوا كده بقى معايا ونشوف. لما تجيلي مسألة زي كده القانون بتاعي اللي هو طالبه الفي بي، رقم الفي بي ده المفروض ان هو يطلع كام. تعالوا نركز كده مع المسألة خطوة خطوة ونشوف الراجل مدينا ايه. أول حاجة الكرنت داخل من هنا 2 أمبير. دايما لما تيجي تتعامل مع الكرنت بص على نقطة معينة وشوف اللي داخل عليها واللي خارج منها. داخل هنا 2 أمبير وجاي من هنا 1.5 أمبير برضو داخل، يبقى كده ال 2 أمبير وال 1.5 هيتقابلوا مع بعض يخرجوا من هنا. الأسهم ده مين اللي محددها؟ دي جيفن جوه المسألة بتاعتنا. يبقى رقم الاي اللي هنا انا سهل جدا ان انا اجيبه ازاي. داخل 2 مع 1.5 يبقى التوتال بتاعنا 3.5. يبقى الكرنت اللي هنا ده هيبقى كام؟ 3.5. ده اول ريكوايرد جبته، وكده ابقى انا استخدمت كيرشوف كرنت لو او كيرشوف فيرست لو. طيب موضوع البوزيتيف والنيجاتيف اللي انا لسه قايله من شويه، الباتري مش محتاجه ان انت تحدد لها بوزيتيف ونيجاتيف. كده كده معروف الجزء الصغير ده هو نيجاتيف والجزء الكبير ده هو البوزيتيف. امال ايه اللي انا هحدده؟ بص كده على الريزيستنس دي، الكرنت داخل لها من هنا، ايوه خارج من هنا، النقطه اللي بيدخل منها تبقى البوزيتيف عشان يبقى اتحرك من البوزيتيف للنيجاتيف، واللي خرج منها تبقى النيجاتيف بالشكل ده. جميل. هنا لازم تنفذ كل الكلام ده على كل الريزيستور اللي موجود عندك. يعني الراجل هنا الكرنت اللي ماشي هنا ماشي ازاي؟ السهم بتاعه اهو، يبقى اتحرك من هنا ادي بوزيتيف رايح هنا نيجاتيف بالشكل ده. كمل كده معايا. الكرنت بتاعنا هيبقى داخل بالشكل ده. نيجي نبص على النقطه دي، بوزيتيف نيجاتيف، تمام. كمل. في لسه ريزيستور هنا ما عملناش فيها الحركه دي. دي اللي هي الكرنت بتاعها كام؟ 2 امبير. ماشي ارجع كده، ايوه. يبقى بدايه الكرنت من هنا، تمام. مشي كده، يبقى دي البوزيتيف ادي النيجاتيف. بعد ما خلصت موضوع البوزيتيف والنيجاتيف تيجي تحل بقى هتعمل ايه؟ زي ما اتعودنا في فيديوهات الشرح او اللي عنده مشكله في الشرح بتاع الحاجه، الفيديوهات موجوده في البلاي ليست الخاصه بسكندري 3 شابتر 1، تقدر تشوف كل حلول كيرشوف وشرحها بالتفصيل. هنا بقى احنا بنركز على الحل اكتر عشان نبقى عارفين احنا ننجز حل مساله مهما كانت صعوبتها ازاي. بص يا شباب، اولا عندك كام كلوزد باص؟ عندنا واحد والتاني اهو. طب لف كده في اي كلوزد باص، الف يعني كلوك ولا انتي كلوك؟ ولا ده يفرق ولا ده يفرق. يعني ايه الكلام ده؟ حدد لنفسك اي اتجاه يجي على هواك كده، كلوك بقى انتي كلوك مش فارقه. عادي كده يا مستر؟ عادي طالما حضرتك حطيت البوزيتيف والنيجاتيف عادي. تعالوا نشوف ازاي. اختار جزء فاضي كده من السلك وابدا امشي. اول حاجه هتقابلني نيجاتيف الفي بي، يبقى كده الكلوزد باص الاولاني اول حاجه قابلتني مين؟ نيجاتيف في بي. كمل 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 كمل. قابلت هنا مين؟ ايوه بوزيتيف 4. ايوه بس 4 دي ريزيستور، تمام. يبقى بوزيتيف 4 ملتبلاي مين؟ الكرنت اللي ماشيه فيها، لان احنا بنجمع فولت. يبقى بوزيتيف 4 ايوه ملتبلاي 3.5. جميل قوي الكلام ده. كمل. هتقابلني هنا بوزيتيف تاني. بوزيتيف مين يا عم؟ 3. ال 3 دي ماشي فيها كرنت كام؟ ارجع كده، دي الكرنت الاساسيه اللي هي بتاعت السلكه دي، اللي هي كام يا عم؟ ب 2 امبير. يبقى بوزيتيف 3 ملتبلاي 2 ايكوال. ده مش ده كلوزد باص؟ ايوه رجعنا للنقطه بتاعتنا، يبقى ده كلوزد باص، يبقى النتيجه بتاعتنا بكام يا عم؟ بالزيرو بالظبط كده. يبقى توتال الفولت بتاعتي هتبقى زيرو. لو بصيت هنا هتلاقي ما عندكش في المساله دي كلها غير هو مين؟ انون واحد. الانون الواحد ده اللي هو مين يا عم؟ الفي بي. على الكالكوليتور هتحلها شيفت سولف يا اما هتحلها ماثيماتيكال. هنا نيجاتيف الفي بي هتبقى عباره عن ايكوال. هنا بالنسبه لي ده هيبقى 14 هضيف عليهم 6 هيبقوا 20، يروح الناحيه الثانيه يبقوا نيجاتيف 20. طير ده مع ده يبقى الفي بي بتاعتي بكام؟ ب 20. بنفس الطريقه برضو هنأكد عليها في الاكزامبل اللي جنبها. بصوا يا شباب، هننفذ بقى زي ما اتعودنا. امشي كده مع المساله خطوه خطوه. في كرنت داخل هنا بكام؟ ب 3 امبير، ادي بوزيتيف وادي كام يا عم؟ ادي نيجاتيف بالشكل ده، تمام. وفي كرنت هنا هو قايل ان هو اي 1 بالشكل ده داخل كده اهو، يبقى ادي البوزيتيف وادي النيجاتيف. الجزء ده ما ينفعش اتعامل معاه لانه كلوزد باص، لانه فاضي مش مقفول يعني، فده ما اتعاملش معاه لانه كلوزد باص. يبقى كده المساله دي فيها كلوزد باص واحد. طيب كلام جميل. كل الريزيستور عملناها، دي بوزيتيف والنيجاتيف بتاعتها مظبوطه، دي البوزيتيف والنيجاتيف مظبوطه. والباتري زي ما احنا متعودين كده كده الجزء النيجاتيف الصغير البوزيتيف الكبير. لف يا عم جوه الكلوزد باص ده نفس اللفه عكسها براحتك زي ما انت عايز. ابتدي هنا من حته فاضيه واشتغل. نيجاتيف الريزيستور ب 2 يبقى نيجاتيف 2 داخل فيها كرنت بكام؟ 3 اي في ار يعني يبقى نيجاتيف 2 في 3. قابلت الباتري، قابلت البوزيتيف اول حاجه بالظبط، بكتب دايما اول ساين بتقابلني، يبقى بوزيتيف 30. كمل يا عم. كده قابلت نيجاتيف مين؟ 6. ممتاز. في مين بقى؟ في اي 1 اللي هي الانون اصلا بتاعنا، ما هو السؤال هنا ان هو عايز رقم الاي 1، تمام. في حاجه تاني؟ لا مفيش اي حاجه تانيه، يبقى هنقول ايكوال 0. لو بصيت برده مش هتلاقي عندك اي انونز في المساله غير مين؟ هو الاي اللي سيادتك عايزه ده.
يبقى هتبقى نيجاتيف 6 اي 1 طبعا، يا اما شيفت سولف يا اما ماثماتيكال. دي هتبقى نيجاتيف 6 وبوزيتيف ال 30 هيطلع 24. 24 تروح الناحيه الثانيه تبقى نيجاتيف 24. طاير الاثنين دول مع بعض وبعد كده ديفايدد 6. خلاص كده بقت بالنسبه لي اي 1 ايكوال ايه؟ 4 امبير. ركزوا معايا. نبص على الدنيا بمستوى تاني ممكن يكون اصعب او يخض، ولكن في الاخر المساله هنا بتبقى عبيطه. يعني بص مساله زي كده هو مش كاتب لنا فيها اي كرنت خالص، يبقى انا اساسا مش هحتاج كرنت. سؤاله هنا لما يجي يسال حاجه زي كده هيروح قايل لك ايه؟ يقول لك انهي ريزيستور في دول، يعني R1 ولا R2 ولا R3 اللي ما فيهاش كرنت، يعني اي واحده من دول اللي مش هيعدي فيها كرنت اصلا. اختار لي بقى حضرتك اذا كانت R1 ولا R2 ولا الاثنين مع بعض ولا R3 ولا ايا كان، المهم ان انت هتختبر لي الثلاثه وتشوف لي مين الكرنت بتاعهم هيبقى ايكوال زيرو. طب اختبار حاجه زي كده يعني هنعمل ايه؟ هتشوف الكروس باص اللي جوه وتبدا تلف. يا مستر هنا مفيش بوزيتيف ونيجاتيف، حتى لو حطيتها بوزيتيف او نيجاتيف انت كده كده من الاخر عايز النتيجه بتاعتك بتاعت الاي والار تكون ايكوال زيرو. يعني سمي دي مثلا الكرنت اللي داخل لها اي، سمي دي اللي داخل لها اي داش، سمي دي اللي داخل لها اي ايه 1 مثلا، افتراضا. ليه؟ لان كده كده الايات هنا انا مش هحسبها ولا هطلع لها ارقام، فمش فارقه معايا البولاريتي. تعالوا نشوف كده احنا هنعمل ايه بالظبط. لف كده معايا في كلوزد باص زي كده. اول ما تبتدي احنا عايزين كلوزد باص يدي ايكوال زيرو، يعني من الاخر انا عايز الاثنين باتري يلغوا بعض. ابدا كده من هنا وبص على الباتري دي، ها بوزيتيف في بي، كمل بوزيتيف في بي. ايه ده؟ مش بوزيتيف ونيجاتيف يعني؟ طب ما كده عمرها ما هتبقى ايكوال زيرو، بس البطاريتين شغالين. يعني حتى لما ادخل عليها الاي والار كده بالشكل ده مثلا هنقول بلس اي ار هتكون ايكوال زيرو، صح كده؟ الاثنين باتري مش شغالين مع بعض مش ضد بعض، يبقى دي كده مش نافعه، يبقى كده ار 2 شغاله غصب عني. نخش في اللي بعديها. بص لي على الكلوز باص ده، لف كده وابتدي دايما من جنب الباتري عشان احنا بنختبر الباتري. يبقى هنا ها نيجاتيف مين يا عم؟ في بي. لا هنا بوزيتيف، ماشي ممتاز اللي قال نيجاتيف في بي، تمام كمل. وبلس اي ار او ماينس مش فارقه، ايكوال كام يا عم؟ زيرو. بص كده معايا لما البطاريتين بقوا عكس بعض بص النتيجه عندي هتبقى عامله ازاي. الفي بي هنا البوزيتيف والفي بي النيجاتيف الاثنين طيروا بعض بالشكل ده، حلو قوي. طب ما انت لو بصيت بالشكل ده الاثنين معايا مطيرين بعض، وهنا عندي ايكوال مين يا عم؟ اي في ار. طب ما حلو، طب ما كده اي في الار سواء كانت بالبلس سواء كانت بالماينس، عشان كده قلت لك الساين مش هتفرق هتكون ايكوال زيرو. طالما الاي في الار ايكوال زيرو يبقى اكيد مليون المية الكرنت ده بكام؟ بزيرو، لان مفيش ريزيستور بزيرو. يعني معنى كده ان الار دي اللي هي ار 1 هي دي الريزيستور اللي مش هيكون فيها ايه؟ كرنت. هي دي الريزيستور عندنا اللي مش هيكون فيها ايه؟ كرنت. تمام. بصوا معايا لما يجي يسالك برضو على السؤال زي اللي احنا هنبداه دلوقتي، لما يجي يسالك على حاجه ليها علاقه بكيرشوف كرنت لو بقى، مساله فيها كرنت كتير بيتحرك جوه الرسمه وفيها اي 1 انون وفيها اي 2 انون وهو عايز الاثنين دول. ركزوا بقى معايا كده يا شباب. بصوا اولا لازم امسك نقطه يكون خارج منها او داخل عليها يكونوا الاثنين جيفن. يعني مثلا نبتدي بنقطه زي كده، دي مش هتنفع لان اللي داخل انا اعرفه بس اللي خارج انا ما اعرفوش. طب امسك النقطه دي، اللي داخل لها واللي خارج منها انا اعرفه. ايه ده؟ هي دي هتفيدني؟ ركز كده معايا. ما هي دي لما تكون 6 حلو داخله 6 ايه امبير، خرجت كام يا عم؟ 2 امبير، ممتاز. طب ما هي دخلت 6 وخرج 2 بس، يبقى لازم يخرج كمان من الناحيه الثانيه هنا كام؟ 4 امبير، لان التوتال الكرنت اللي داخل لازم يكون قد اللي خارج. 4 امبير دي مش هي اللي ماشيه في الواير ده؟ بالظبط كده. يبقى كده بالنسبه لي الاي 1 هتبقى عباره عن ال 4 امبير. حلو قوي الكلام ده. يبقى كده بصفه مبدئيه الاي 1 جت معايا. كمل كده يا عم على ال 4 امبير. حلو. ال 4 امبير دخلت هنا، هي دخلت ايوه ممتاز. قابلت مين داخل لها كمان؟ ايوه ال 2 امبير ده. يبقى كده 4 و2 مقابلين بعض، قابلوا بعض يعني هيتجمعوا مع بعض، ده داخل وده داخل. لما يدخلوا الاثنين مع بعض هيجمعوا التوتال بتاعهم مين؟ 6. يبقى ال2 قابلت ال4 يبقى التوتال بتاعهم دخل في اي 2 بكام؟ ممتاز 6 ايه امبير. دي الطريقه للتعامل مع المسائل اللي من النوع ده اللي ممكن يبقى باين شكلها ان هو يخد. امسك نقطه في المساله، سلكتين في المساله يكونوا متجمعين في نقطه واحده وتجميعتهم دي يكون فيهم الاثنين انون، مش لازم يكونوا الاثنين داخلين، ممكن واحد داخل وواحد خارج. المهم ان الطرفين اللي عند النقطه دي يبقوا معروفين الفاليو بتاعتهم، ما تجمعش على حاجه فيها انون لان كده المساله عمرها معاك ما هتتحل. ركزوا معايا يا شباب ونشوف المساله اللي جايه دي عشان فيها تكه شويتين ثلاثه. بصوا معايا. هو الراجل ده مديني جيفن، بيقول لي ايه جيفن بقى بتاعت الراجل ده هنا؟ بيقول لي اعمل حسابك ان انت عندك ريشيو ما بين قرايه الفولتميتر ده وقرايه الفولتميتر ده 1/4. حلو. هي دي هتفيدني في حاجه؟ تعالوا كده نجرب اصلا نبدا بيها ويمكن، لان هو الراجل في الاخر طالب ريشيو برده تاني ما بين في بي 1 وفي بي 2. تعالوا نبتدي الاول بالجيفن اللي هو مديهوني. هو الجيفن غريب شويه بس هيحل معانا المساله. يلا بينا. اول حاجه الفي 1 ده عباره عن اي 1 في ار، صح؟ تمام. والفي 2 ماسك 2 ار وداخل فيها اي 2، يبقى كده اقول له يا عم والفي 2 بتاعتي عباره عن اي 2 في 2 ار. ممتاز. هو قال الريشيو بتاعت مين؟ ركزوا كده معايا.
قال الريشيو اللي عندي بتاعت V1 على V2 عباره عن مين؟ 1 اوفر ال 4. حلو. طب ما كده لو عملنا كروس من هنا، ركزوا معايا، هنلاقي ان النتيجه عندي ايه؟ ان 4 V1 ايكوال مين يا عم؟ V2. حلو. فك بقى ال V1 اللي سيادتك لسه جايبها دي، حطها مكانها، وال V2 اللي هنا حطها مكانها، وشوف النتيجه بتاعتي هتوصلني لايه. انا كل الفيلم الطويل العريض اللي انا بعمله ده كله عشان عايز اوصل للريليشن تجمع لي الكرنت. وانا مش هينفع اروح اعمل ريشيو ما بين VB1 وVB2 وانا عندي I1 وI2 وI3 الثلاثه ما لهمش علاقه ببعض. طالما ما لهمش علاقه ببعض يبقى عمري ما هقدر اعمل ريشيو واختصرهم مع بعض اساسا. فالذكاء يقول ان انا اوصل للريليشن، ما قداميش غير الجيفن اللي الراجل مديهوني. يلا بينا. هنا هيبقى عندنا 4 ماشي من مين؟ من الفي 1. اكتب يا عم الفي 1 اللي عندك اي 1 في ار. تمام. ايكوال الفي 2. اكتب الفي 2 يا عم. ها، اي 2 في مين؟ في 2 ار. حلو كده. ركز كده بقى معايا شويه. طب ما كده الار والار هيكنسلوا بعض. حلو ده. و2 هنا و4 هنا، هنشيل دي مع ال2 هيفضل منها 2. يبقى كده هيفضل معايا 2 من اي 1 ايكوال اي 2. ايوه، هي دي النقطه بقى اللي احنا محتاجينها. كده تبدا المساله تفك شويه معانا. ليه؟ لان ببساطه لو جينا للنقطه دي، ركزوا بقى معايا، هنقدر نطلع اول ايكويشن لكيرشوف اللي بتقول لي ان الكرنت اي 1 داخل، خرج اي 2 بس كان داخل اي 3. يبقى مين اللي داخل؟ ايوه، اي 3 واي 1 دخلوا هما الاثنين مع بعض، خرجوا في اي 2. يلا بينا كده نكتب الكلام ده مع بعض ونشوف بعد الايكويشن اللي احنا طلعناها هنقدر نفك الشفره بتاعتنا دي ولا لا. هنا دخل معانا اي 1 ودخل كمان اي 3، الاثنين داخلين على النقطه، خرجوا باي 2. حلو قوي. نكمل. احنا قلنا الاي 1 دي هخليها زي ما هي عادي، مفيش اي مشكله. وعندي الاي 2 ريليتد ل 1. ايوه، احنا طلعنا ان الاي 2 اهي في المساله تاني، اخر حاجه كنا وصلنا لها، نفتكر كده مع بعض ان اي 2 ايكوال 2 من اي 1. طيب نرجع هنا تاني. اي 2 بالنسبه لي 2 اي 1 ماشي. وكده اي 3 الوحيده اللي لسه ما بقاش ليها ريليشن معايا، بلس مين؟ اي 1. طب ما كده احنا ممكن نعمل لها ريليشن ببساطه. ازاي؟ ده اي 1 ها، وده 2 اي 1، وانت عايز اي 3 لوحدها، وادي الزبون ده الناحيه الثانيه بالماينس. تمام. يبقى يطلع معايا ان الاي 3 ايكوال مين يا عم؟ ها، 2 اي 1 ماينس اي 1، يبقى هترسي على اي 1. حلو قوي الكلام ده. يبقى انا كده عندي معلومتين، ان اي 1 واي 3 ار ايكوال، وعندي معلومه بتقول لي ان الاي 2 2 من اي 1. يعني اكتبها كده جنبيها عشان احنا هنحتاج المعلومتين دول مع بعض في الحل، اللي هي المعلومه اللي سبق اللي جبناها قبل كده، ان 2 من اي 1 ايكوال اي 2. يبقى هنقول له 2 اي 1 ايكوال اي 2. حلو قوي الكلام ده. يبقى دول المعلومتين اللي عندنا اللي احنا ايه استفدنا منهم من الريشيو. طب هو الراجل عايز يعمل ريشيو ما بين في بي 1 لفي بي 2. طب ما نطلع ايكويشن لكل واحد. وقبل ما نطلع ايكويشن، الخطوه الجميله اللي احنا متعودين ان احنا ما ننساهاش مع بعض، اللي هي ايوه ممتاز، ان انا احط الساين. الكرنت ماشي كده اهو، بناء على ايه؟ السهم ده، يبقى دي بوزيتيف نيجاتيف. الراجل ده داخل كده، ادي بوزيتيف ها نيجاتيف. تمام. الزبون ده داخل كده، ادي بوزيتيف برضو نيجاتيف. طب ما ثانيه واحده يا جماعه، مش الاثنين دول مش ماشي فيهم نفس الاي؟ حلو قوي. طب ما انا ممكن اخلي الواير كله على بعضه، بدل ما هو 2 ار يبقى 3 ار واحنا بنحل. ماشي. هنا كمل. الاي 3 ماشي كده، يبقى ادي البوزيتيف وادي النيجاتيف. ممتاز. كده عندي كام كلوزد باص؟ 2 كلوزد باص. يلا بينا نركز كده يا اساتذه مع بعض ونشوف الكرنت بتاعنا. هيبدا نشوف اي حته في الكلوزد باص، مثلا نلف كده من حته فاضيه ونكمل. ها، اتفقنا ان الواير ده هناخد الاثنين مع بعض اللي موجودين، ار و2 ار، يبقى كام؟ 3 ار، واحنا بادئين بالنيجاتيف. يبقى اول حاجه عندنا هنا نيجاتيف 3 ار. فانهي اي دي؟ ايوه في اي 2. ممتاز. كمل. نيجاتيف. تمام. اي 1 في انهي ار؟ في ار. تمام. بوزيتيف في بي 1. كل ده ايكوال كام يا عم؟ 0. تعالوا نظبط الايكويشن دي ونشوف هتيجي معانا ولا لا. اولا هتتظبط لسبب، لان انا عندي معلومه بتقول لي ان الاي 2 تقدر تفكها ب 2 اي 1. طب يلا نفكها. يبقى هنا ادي 3 نيجاتيف 3 ار، ومكان الاي 2 هنفكها ب 2 اي 1. حلو. ماينس اي 1 في مين؟ في الار. حلو الكلام ده. بلس الفي بي 1 ايكوال ايه؟ 0. نركز. هنا عندنا 3 في 2 ب 6، يبقى عندي 6 نيجاتيف 6 ها اي 1 ار، نيجاتيف اي 1 ار تاني، بوزيتيف الفي بي 1 ايكوال 0. عايز اطلع ايكويشن للفي بي 1 بقى. ها، نركز. يبقى هنقول ان الفي بي 1 ايكوال نيجاتيف 6 ونيجاتيف 1، ادي كده نيجاتيف 7، واديهم الناحيه الثانيه بقت 7 بس اي 1 ار. وهقف على كده، هقف على كده في الايكويشن دي، عشان محتاج من الكلوزد باص اجيب واحده ثانيه زيها عشان اعمل الريشيو وتظبط معايا.
يلا بقى ركزوا، اللي ما عرفش، اللي ما لحقش يركز معايا في الكلوز باص الاولاني يلحق يركز هنا في التاني برضو. ركزوا كده. هنقول له يا عم الكلوز باص التاني ده بقى اسهل شويه. ها، هنلف كده مثلا او عكسها، اتفقنا براحتك، بس اهم حاجه تكون حاطط البوزيتيف والنيجاتيف في مكانهم صح. امشي معايا كده يا عم. ده اي 3 في مين؟ بالنيجاتيف بتاع الار. حلو قوي، يبقى كده هقول له نيجاتيف اي 3 في الار. كمل. بوزيتيف الفي بي 2. نيجاتيف ها اي 2، اتفقنا الار وال2 ار 3 ار، يبقى نيجاتيف اي 2 في مين يا عم؟ في 3 ار. كل ده في حاجه تانية هنا؟ لا ده مفيش اي حاجه ايكوال زيرو. حلو. ايه الحاجات اللي احنا ممكن نعوض عنها؟ الاي 3 ايوه والاي 2. ممتاز. الاي 3 اتفقنا من شويه ان هي قد الاي 1. تمام، يبقى كده اي 3 ممتاز هنشيلها ونحط مكانها اي 1، يبقى نيجاتيف اي 1 ار بلس الفي بي 2 ماينس الاي 2 دي بتتفك الاثنين من اي 1 يبقى 2 اي 1 في 3 يبقى بقت 6. 2 في 3 ب 6. اي 1 في ار. كل ده ايكوال كام يا عم؟ 0. انا عايز اخلي الفي بي لوحدها، يبقى هخلي الفي بي لوحدها زي ما هي كده وهكمل. الفي بي 2 وايكوال نيجاتيف اي في ار ونيجاتيف 6 اي في ار. ايه ده؟ دي هتطلع برضه نيجاتيف 7، اللي هتروح الناحيه الثانيه تبقى 7 اي 1 في ار. تمام. ثانيه واحده يا شباب، ركز كده معايا. ده طلعوا الاثنين زي بعض، يبقى كده لما اعمل الريشيو هقسم ده على ده، يبقى هتطلع في الاخر 1 to 1. يبقى ببساطه خالص الريشيو اللي احنا عملناها دي طلعت لي في الاخر ان في بي 1 على في بي 2 هتكون ايكوال 7 اي 1 ار 1، وهنا 7 اي 1 ار 1، هيطلع في الاخر النتيجه عندي 1 to 1. وبكل بساطه يعتبر الموضوع كده بالنسبه لي سهل، ولكن تاخد بالك دايما من فكره الخطوات والساينات اللي موجوده عندنا دي، عشان لو واحده من البوزيتيف او النيجاتيف فيها مشكله هتلاقي المساله كلها معاك بقى فيها مشكله. ما افكركم تاني، اي حد عنده مشكله يقدر يرجع لفيديوهات الشرح متاحه للجميع، وكل فيديو لا يتجاوز 30 دقيقه، فانجز نفسك وخلص موضوع كيرشوف ده سريع سريع عشان تلحق معانا الفيديو اللي جاي الخاص بايه بتو. ومصلحه طبعا للشباب اللي حاضره معانا، ادينا بنراجع اللي احنا مخلصينه، خاصه ان احنا بدانا حاليا شابتر 3 كشرح. انا بتكلم طبعا عن الناس اللي موجوده معانا على في السنتر او في مجموعاتنا البرايفت. اشوفكم على خير يا اساتذه، مع السلامه.